لان صدقيني عدم الامان اللي بنواجهه بيضيع من حياتك ومن عمرك ومستقبلك كتير جدا. وعلشان انا بحبك ومهتمه ان انت ما تتعرضيش لاي حاجه من اللي انا اتعرضت لها، ف اهلا بالبسكوته الحلوه بطلتي الجميله. جاهزه بقى النهارده نبتدي يوم جديد في اننا نوفر لنفسنا الحياه اللي احنا نستحقها ونتمناها. لو فاكره اتفقنا احنا كل يوم بنعمل 3 حاجات علشان نقدر نوفر لنفسنا الحياه اللي احنا نستحقها. اول حاجه بنعملها بنتعلم ازاي نوفر لنفسنا مساحه امنه علشان نقدر نعمل تاني حاجه نقدر ننتج ونبدع ونحقق لنفسنا مستقبل افضل علشان نقدر نعمل تالت حاجه اننا نبني اسره سعيده واسره متماسكه. فأول فقرة النهارده هنتعلم أصلًا سبب وجودنا في الحياة، علشان من خلاله نقدر نعرف بعد كده إزاي نوفّر لنفسنا الأمان اللي إحنا نستحقه، علشان أيوه إحنا نستحق نعيش في أمان علشان نقدر نحقق كل أحلامنا. فيالّا بينا بقى نبتدي مع بعض أول فقرة، علشان تاني فقرة هاخدِك معايا الشغل، وتالت فقرة نتكلم في الأسرة اللي هي أصلًا بداية السعادة وبداية بناء كل حاجة حلوة لو قدرنا نكوّنها صح. جاهزة؟ أنا جاهزة، لو مش جاهزة روحي اعملي لِك حاجة تتسلي بيها علشان تستمتعي وإحنا بنتعلم، علشان إحنا عايزين يبقى مزاجنا رايق، وزي ما فكّرتِك في الفيديو اللي فات إن اللعبة الحلوة عايزة مزاج رايق. الفيديو اللي فات لو تفتكري أنا وضّحت لِك وفهّمتِك إن إحنا في مؤامرة بتتعمل علينا، وطبعًا أنا جبت لكم الإثبات علشان في ناس كتير جدًا رافضة موضوع المؤامرة وإن إحنا علينا مؤامرة، بس الحقيقة اللي إحنا علينا مؤامرة والبشرية كلّها عليها مؤامرة من بداية الخلق. لو تفتكروا إن إحنا لمّا نزلنا الأرض أو سيدنا آدم لمّا نزل الأرض، ففي كائن تاني نزل معاه متربص له. فيالّا بينا بقى نبتدي مع بعض النهارده في أول مرحلة من مراحل الإرشاد النفسي. أنا محتاجة أبتدي معاكِ خطوة، خطوة، علشان الأمان اللي إحنا بنحلم بيه إحنا اللي هنبنيه ونحققه، وده عن طريق العلم. لإن طبعًا زي ما قُلت لِك في الفيديو اللي فات، إحنا في علينا مؤامرة إن إحنا طول الوقت نكون متوترين وقلقانين وخايفين ومش عارفين نلبي احتياجاتنا أو أبسط احتياجاتنا، وهو إننا نكون عايشين في أمان علشان ما نقدرش نقوم بدورنا. أيوه، كل واحد فينا ليه دور، وطبعًا إحنا في كتير مننا أهاليهم طول الوقت بيقولوا لهم طالما أنتم بتاكلوا وبتشربوا عايزين إيه تاني؟ والناس اللي بتسمع الكلام ده وبتتضايق ما بتبقاش عارفة هي بتتضايق ليه، هي بتبقى عارفة إن في حاجة تانية ناقصة بس مش عارفة إيه اللي ناقص. الحقيقة اللي ناقص إن إحنا كل واحد فينا جاي الدنيا هنا لهدف معين، كل واحد بيتولد في مكان معين وزمان معين وقدرات معينة وخصائص معينة ومميزات بتميزه عن أي إنسان تاني. فالحاجات دي كلها بتخليه يقدر يقوم بدور معين ربنا عايزه يعمله في الوقت ده. ولكن طبعًا علشان إحنا طول الوقت بنبقى مبرمجين إن إحنا بنيجي نتولد علشان ناكل ونشرب ونكبر، نتجوز، نخلف، نأكل ونشرب ولادنا، نموت ونسيبهم هم يكرروا نفس الدايرة. بس الحقيقة إحنا محتاجين نعرف إن كل واحد في الدنيا هنا ليه دور، وعلشان نعرف أصلًا إيه هدف الدور ده، يالّا بينا نبتدي مع بعض من البداية، علشان أنا هاعمل لِك إرشاد نفسي تقدري بعد كده تحلي مشاكلِك النفسية لوحدِك. وطبعًا أنتِ عارفة إن أنا مش بس باشتغل makeup artist، أنا كمان مجال دراستي علم النفس، وبقى لي 6 سنين بادرس علم نفس، وكمان واجهت حاجات كتير أوي في حياتي من ضمنها إن أنا خسرت أهم حلم في حياتي وأنا بادافع عن والدتي وبارجّع لها حقها، وده السبب اللي مخلّيني مهتمة إن إحنا نكوّن لنفسنا بيئة أو مساحة آمنة علشان نقدر نقوم باللي إحنا عايزين نقوم بيه. لإن صدقيني عدم الأمان اللي بنواجهه بيضيّع من حياتِك ومن عمرِك ومستقبلِك كتير جدًا. وعلشان أنا باحبِك ومهتمة إن أنتِ ما تتعرّضيش لأي حاجة من اللي أنا اتعرّضت لها، فبانصحِك وباترجاكِ لو سمحتِ اتعلّمي، ولو سمحتِ ابذلي شوية مجهود قد كده في إننا نتعلّم كل يوم نوفّر لِك البيئة دي. لإن صدقيني الوضع لمّا بيكون سيء وبنسيبه بيزداد سوء، بيبقى من سيء لأسوأ. عشان ما اطوّلش عليكِ في الفقرة دي، يالّا بينا نبتدي بقى النهارده نعرف إيه أصلًا سبب وجودنا في الحياة. إحنا في كتاب كده ربنا مديه لنا بيساعدنا اسمه القرآن، أو الأديان كلها متفقة على نفس الفكرة دي. بما إن إحنا بندرس علم النفس في الكتب، برضه لازم نفهم بداية الخلق من الكتب. فالقرآن أو الأديان السماوية وضحت لنا إن سيدنا آدم اتخلق في الجنة، وأول ما اتخلق الملايكة كانت معترضة أو استغربت، سألت ربنا وقالت له: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فالملائكة كانت شايفة إن إحنا هنفسد في الأرض ونسفك الدماء وهنبوظ الدنيا خالص. أنا كنت الأول مهتمة أعرف إحنا خليفة لمين،
بس الحقيقة بعد كده لمّا قعدت فكّرت، اكتشفت إن إحنا أصلًا مش المفروض ولا المطلوب مننا إن إحنا نعرف إحنا خليفة لمين، إحنا المطلوب مننا نعرف إحنا كخليفة المفروض نعمل إيه. علشان نفهم إحنا المفروض نعمل إيه، لازم نفهم اعتراض الملايكة أصلًا على وجودنا. ومن هنا هنفهم إن إحنا حتى لو ما قدرناش نصلّح الوضع في الدنيا، أهم حاجة إن إحنا ما نساعدش في إن الدنيا تبوظ أكتر، وإن الفساد يزيد، وإن عدم الأمان يزيد، وإن سفك الدماء يزيد، ولا من قريب ولا من بعيد. حتى لو أنتِ هتقولي لي أنا ما عملتش الحاجات دي ولا باعملها ولا بافكر أعملها، بس مجرد ما تشوفي إن حد تاني بيعملها وتسكتي على الفعل ده، فأنتِ مشاركة فيه. فإحنا محتاجين نعرف إن إحنا أصلًا ألِف ب وجودنا في الحياة هو إننا ولا نساعد في الفساد في الأرض، ولا نساعد في سفك الدماء، ولا نسكت على الفساد في الأرض، ولا نسكت على سفك الدماء برضه. فإحنا محتاجين نتعلم نعمل ده، لإن ده بداية أصلًا وجودنا في الحياة، إن إحنا ما نشاركش في الحاجات دي. مش هاقول لِك بقى أنتِ تكسّري الدنيا وتبنيها، ولا هاحمّلِك فوق طاقتِك وأقول لِك المفروض تطلعي دكتورة تعالجي الناس، ولا محامية تدافعي عنهم، ولا أي حاجة خالص. أنتِ دلوقتي بسكوتة كتكوتة زنطوطة، أهم حاجة عايزاكِ تعرفي تعمليها أو تتعلميها هو إنِّك ما تشاركيش في الفساد، وما تشاركيش في أي حاجة فيها ظلم لبني آدم تاني، لإن ده بداية الفساد. فإحنا هنا كده فهمنا إن إحنا أصلًا وجودنا في الحياة هو إننا ما نفسدش في الأرض، نحاول بقدر الإمكان نتعلم الأساسيات اللي تخلّينا ما نعملش ده. وطبعًا ربنا بيحبنا، ولازم نبقى متفقين وفاهمين ومتأكدين إن ربنا بيحبنا، فادانا الأدوات اللي نقدر نعمل بيها ده. بُكرة هاقول لِك على الأدوات اللي ربنا ادّاها لنا علشان نقدر نمنع الفساد في الأرض، ونقدر نعمل كل حاجة في صالح الإنسان. مش عايزة أطوّل عليكِ في فقرة الأمان النهارده، عايزين نطلع من الفقرة دي في إن بسم الله الرحمن الرحيم كده، إحنا ما ينفعش نفسد في الأرض، ما ينفعش نسكت على فساد، ما ينفعش نسكت على ظلم. نعمل ده إزاي، وفين، وإمتى، وإزاي نتصرّف، ده هنتعلمه بالعلم بعدين. هاعلّمِك كل حاجة تخلّيكِ تقدري تحمي نفسِك. وزي ما قُلت لِك إن أنا اتعرّضت قبل كده لمواجهة ظُلم وقع على والدتي، وأنا اتأذيت واتظلمت في المواجهة دي. فعلشان كده مهتمة إن الأجيال الجاية وبناتنا ما يتعرّضوش لأي حاجة من الحاجات دي، وإن الأساسيات بتاعة عدم الفساد تكون موجودة أصلًا، ونكون إحنا كوّناها وبنيناها للأجيال اللي بعدنا. ودلوقتي أنا هاروح بقى أتصل بماما زي ما اتفقت معاكِ كل يوم إن إحنا لازم نعلّم أمهاتنا الحاجات اللي هم ما كانش عندهم فرصة إن هم يتعلموها. ولو أنتم دايمًا بتعترضوا على الأجيال اللي قبل كده وشايفين إن هم ورثونا الدنيا بايظة، أو شايفين إن هم ورثونا حاجات كتير وحشة، أحب أقول لكم إن هم ما كانش عندهم فرصة إن هم يتعلموا، ما كانش عندهم الشاشة اللي أنتم شايفينّي من خلالها دي، وحد يطلع يوجههم ويعلمهم ويقول لهم إن في علم أصلًا يخلّيكم تقدروا تساعدوا نفسكم وتعيشوا في أمان. هم ما اتعلموش، ما شافوش، ما خرجوش، ما سمعوش أي حاجة غير الحاجات اللي للأسف اتولدوا ولقوها وما كانوش يقدروا يعترضوا عليها. بالمناسبة هم كمان كانوا بيتأذوا، فأي بنوتة عندها غضب اتجاه أهاليها أو اتجاه مامتها، صدقيني هم ما كانوش يعرفوا اللي أنتِ تعرفيه دلوقتي، وقاعدة بكل سهولة ويسر في البيت والمعلومة بتوصل. فصدقيني أهالينا لو كان عندهم الفرصة إن هم يتعلموا يعملوا لنا ده، كانوا عملوه من قبل ما إحنا نعترض ولا نغضب أصلًا. فأنا عايزاكِ تبتدي تتخلّصي من الغضب اللي جواكِ والأحاسيس الوحشة اللي جواكِ، علشان تقدري تفتحي لي المخ كده ونقدر ننوّر لمبة العقل اللي عندِك، وتبقى اللمض بتاعة عقلنا كلنا منوّرة، فبالتالي نساعد بعض في إن إحنا ننشئ لنفسنا المساحة والحياة اللي إحنا عايزينها. فدلوقتي أول فقرة اللي هي فقرة الأمان خلصت، ويالّا بينا دلوقتي نروح على تاني فقرة، وناخد بريك وآخدِك ونبتّج وبابدع وباعمل شغل حلو أوي في الmakeup علشان تقولي لي رأيِك، علشان ده الإبداع والفن بتاعي. فيالّا بينا ناخد بريك بقى علشان نروح على تالت فقرة، هو الأسرة يا عزيزتي. ونداء لكل العرايس، بما ان انا عارفه ان انتوا في الفتره دي بتهتموا بالميك اب، بس انا محتاجاكم تركزوا في الفقره اللي جايه، علشان الفقره اللي جايه خاصه بيكم بعد ما تعملوا الميك اب يوم الفرح وتتجوزوا وتدخلوا البيت. فركزوا في الاسري قوي وقولي لي رايك في اللوك القمر ده، ويلا بينا ندخل على الجزء المهم.
ودلوقتي بعد ما رجعنا من الشغل واخدنا بريك، لازم الاول تقولي لي رايك في الميك اب بتاع النهارده وفي اللوك في الكومنتات. ويلا بينا بقى نروح لتاني فقره، الفقره الاحب على قلبي، وهي بناء الاسره. لان صدقيني بناء الاسره الواعيه السليمه المتماسكه اللي فيها سعاده هي اللي هتحقق لنا الجزء الاولاني وهو الامان. لان لما يبقى في جيل طالع من اسر سليمه، الجيل ده اصلا هيبقى سوي نفسيا، فاحنا مش هنبقى قلقانين على بناتنا، والامان هيبقى مستتب وزي الفل، لان احنا عندنا ناس طالعين من اسر مدربينهم كويس قوي يعني ايه انت بني ادم، يعني ايه انت انسان، علشان يقدر يطور من نفسه ويوصل لاعلى مراحل الانسانيه. فيقدر يفهم ان هو وجوده في الحياه ان هو يساعد الناس ويساعد نفسه ان الحياه تكون افضل. ففي سؤال مهم دايما بساله حتى العرايسي لما بيكونوا عندي: احنا بنتجوز ليه؟ في فئة كبيرة جدًا أو عدد كبير للأسف ما بيبقاش عارف الغرض الحقيقي من الجواز. باسمع إجابات كتير زي إن إحنا بنتجوز عشان الجواز سُنّة الحياة، أو علشان نكمّل نُص ديننا، أو علشان نخلّف، أو علشان ألاقي حد يصرف عليّا، أو حاجات كتير جدًا بتربط شريك الحياة دايمًا باحتياج مادي، في حين إن أنا لو ربطت وجود جوزي في حياتي بشيء مادي، أول ما هاعرف أجيب الشيء المادي ده هو هيفقد قيمته عندي خالص. بمعنى هافسّرها لكم، لو في بنت متجوّزة علشان واحد يصرف عليها زي ما إحنا شايفين أو سامعين كتير جدًا، وده على فكرة إحنا ورثناه من الأجيال اللي قبل كده. يعني الشباب دلوقتي زعلانة، بس أنتم المفروض تفهموا إن الأجيال اللي قبل كده عملت قواعد عند الراجل والست، قالوا له: أنت طالما بتصرف على مراتك خلاص، أنت هدفك أصلًا في الحياة ووجودك هو إنك تجيب فلوس. وفهّموا الست إن طالما هو بيصرف وطالما جيبه عمران يبقى ما لكيش إن أنتِ تتكلمي. في حين إن إحنا زي ما قُلت لكم في أول الفيديو، إحنا وجودنا في الحياة أصلًا لهدف معيّن، علشان كده الأكل والشرب دي احتياجات بتساعدني إن أنا أفضل عايش علشان أقدر أقوم بدوري اللي ربنا أصلًا منزّلني في الأرض علشانه. ومن ضمن الاحتياجات دي هو الجواز. الجواز ربنا قال لنا سكن ومودة ورحمة، كلّها احتياجات نفسية. فلمّا أنا أحوّل الاحتياجات النفسية دي لاحتياجات مادية، فلمّا أنا أعرف أشتغل وأجيب فلوس، فأنا جوزي ما لوش لازمة. ولمّا جوزي يتجوّزني ويزهق منّي كمان شوية، فأنا مش هيبقى ليّا لازمة، لإن هو خلاص حصل اكتفاء مادي عنده بإنّي أصلًا وجودي في الحياة بالنسبة له ما لوش لازمة، فبيروح يدوّر على حد تاني. زي إن في رجالة بتظلم نَفْسها تروح تخون، تُقع في الزنا لا قدّر الله، سواء بالكلام أو بأي حاجة تانية، ودي كبيرة من الكبائر. زي إنه بيظلم نَفْسه برضه، بيسيب مراته الأولانية ويروح يتجوّز واحدة تانية ويظلم الأولانية وما يدّيهاش حقوق، دي كلّها حاجات بتظلم الشخص نَفْسه. إحنا قبل ما بنعمل حاجة غلط تأثّر على الشخص اللي قدّامنا وتظلمه، إحنا بنبقى ظلمنا نَفْسنا أصلًا، لإن أنت هنا بتكون الشخص الظالم مش المظلوم. أنت ظلمت شخص تاني، هو ربنا هيرجّع له حقّه، لكن أنت ظلمت نَفْسك في إنّك بقيت ظالم. فالحاجات دي كلّها بتبقى دخلت في عقل الراجل أو دخلت في عقل البني آدم بناءً على أفكار غلط. وإحنا أساسًا في علم النفس عارفين إن أي اضطراب أو أي سلوك أو أي مشكلة في البداية بتبتدي من فكرة. فالفكرة الغلط اللي ورثناها عن الجواز هو إن إحنا بنتجوز عشان نلحق نخلف، أو الراجل بيتجوز عشان واحدة تطبخ له وتروّق له وتعمل له اللي هو عايزه. في حين إن مع تطور الحياة الحاجات المادية دي هتفقد قيمتها، لإن مش هي أصلًا سبب الجواز. يعني مثلًا هادّيكم مثال، أهالينا زمان كانوا بيروحوا، وخصوصًا أهالينا في الريف، كانوا بيروحوا في الترعة بيغسلوا المواعين أو بيغسلوا الهدوم وعلى إيديهم وبياخدوا وقت ومجهود و. الراجل ما كانش عنده وقت إن هو يعمل الحاجات دي، فسِت البيت هي اللي كانت بتعمل الحاجات دي. لمّا إحنا جينا مع التطور ما بقاش في الكلام ده، بقى في غسالة بنحط الهدوم فيها وبندوس على زرار. فهنا الست ما بقتش بتبذل نفس المجهود اللي كانت بتبذله الأول. فالراجل اللي عنده أفكار غلط وتشوُّهات معرفية هيربط إن هي ما لهاش لازمة علشان هي ما بقتش بتقوم بالحاجات اللي المفروض كانت بتقوم بيها، اللي هي الحاجات المادية. في حين إن وجود مراتك في حياتك أصلًا ما لوش علاقة بأي حاجة مادية أبدًا. وده اللي إحنا بنسمعه مع الجيل الجديد اللي طالع، اللي وارث أفكار غلط ويقول لك هي ما لهاش لازمة عشان الحاجات اللي هي بتعملها أنا بقيت باعرف أعملها. مين قال لك إن وجود مراتك في حياتك علشان الحاجات المادية اللي أنت بقيت بتعرف تعملها؟ شوية كده أصلًا الروبوتات هتخلّيك ولا أنت ولا هي
تعمل أي حاجة في الحياة أو في البيت أصلًا. يعني دلوقتي بقى في غسالة أطباق، بقى في غسالة هدوم، شوية كده هتلاقي في روبوت أصلًا بيعمل الحاجات دي كلها. بقى في مطاعم الراجل يقدر يجيب أكل كل يوم من أي مطعم. الأول ما كانش في مطاعم، الست كانت وجودها مهم علشان تطبخ. فلمّا بنربط وجود الست بإنها بتقوم بالأعمال المنزلية، لمّا الحاجات المادية دي مع تطور الحياة بتختلف وبيبقى في بدايل ليها، هنا الست بتفقد قيمتها. الراجل ربط وجوده دايمًا بالمادة، الفلوس، ففهّموه إن أنت طالما بتصرف عليهم وبتأكلهم وبتشربهم فأنت كده توب ومِيَّة مِيَّة وما ينفعش يطلبوا منك حاجة تانية. الستات دلوقتي لمّا بدأت تشتغل وبقى معاها فلوس، بقت أول حاجة بتعملها إنها بتطلب الطلاق على طول. لإن هي شايفة إن المادة اللي كانت أصلًا مرتبطة بيه علشانها بقت موجودة وليها مصدر تاني، فهو وجوده ما بقاش مهم. وده برضه بسبب تشوهات معرفية وأفكار غلط اتزرعت في عقلها، وهو ساعد على ده برضه لمّا كان طول الوقت بيأكد إن أنا طالما باصرف عليكم يبقى ما لكوش إن أنتم تتكلموا، أو أنتِ أصلًا ما لكيش إن أنتِ تطلبي حاجة، الفلوس بتاعتي وأنا اللي باجيبها، وأنا اللي بمزاجي أصرف أو بمزاجي ما أصرفش. فعلشان كده إحنا محتاجين نرجّع تاني في عقول شبابنا وعقول الناس اللي هنعمل لهم علاج. أنا مش عايزة أعمل علاج، أنا عايزة أعمل إرشاد بصراحة. بعد كده هافهّمكم إيه الفرق ما بين العلاج وما بين الإرشاد. إحنا هنا بنعمل إرشاد يعني بندّي معلومات، العلاج ليه طريقة تانية خالص. إحنا محتاجين كده زي النهارده مع الفيديو بتاعنا أ، ب أساسيات. أ، ب أساسيات الجواز. الجواز ما لوش علاقة بأي شيء مادي أبدًا. الجواز كُلّه نَفْسي، كُلّها مشاعر وأحاسيس نَفْسية. فإحنا محتاجين نفهِّم نَفْسنا وندرّب نَفْسنا وندرّب الأجيال اللي جاية على الموضوع ده. لإن بالمناسبة حضرتك مش متحكِّم في الفلوس. الرزق اللي بييجي لك ده بيبقى جاي أصلًا لمراتك وولادك، بس هو بيعدّي عن طريقك أنت، أنت سبب. ولكن هو كده نازل ورايح لهم. بوجودك أو عدمه كده هياكلوا ويشربوا ويعيشوا، لإن الرزق مش من عندك. ففي ناس كتير، يعني باشوف شباب كتير ورجالة كتير للأسف لمّا ربنا بيرزقهم فلوس زيادة، بيبقى معتقد إن دي شطارة منّه، بيبقى معتقد إن هو يقدر يتحكّم في حياة وموت الناس اللي حواليه أو حياة وموت شريكة حياته أو ولاده. بس في الحقيقة أنا حابة أقول لك إن ده بيكون اختبار ليك. وجود الفلوس وعدم وجود الفلوس في الحالتين ده اختبار صدّقني والله. ووجود الفلوس شوية كده هيبقى أسهل مما يكون. مع التطور اللي إحنا شايفينه الفلوس بقت بتيجي بكل سهولة. يعني زمان الناس كانت لازم تنزل الأرض وتفلّح أو لازم تبني أو، دلوقتي وأنت قاعد على جهاز صغنطوط قد كده بتقدر تشتغل، بتقدر تبيع، بتقدر تدخّل فلوس. شوية كده الفلوس هتلاقوها أصلًا سهل جدًا إنها تيجي أكتر من كده. فطول ما إحنا رابطين وجودنا في حياة بعض بالفلوس، صدقوني فإحنا كده ما لناش قيمة. لإن إحنا قيمتنا أعلى وأكبر بكتير جدًا من أي شيء مادي. ففي الفيديوهات الجاية إن شاء الله هاعرّفكم إحنا وجودنا في حياتنا ليه، واحتياجاتنا من بعض إيه، وإزاي نقدر نلبّيها لبعض أصلًا. فكده يا بسكوتة فيديو النهارده خلص. فحبيت أقول لِك بس أ، ب أسري أو أ، ب جواز. دلوقتي أنا هاروح أتصل بجوزي بقى وأشرح له الموضوع ده بطريقة تناسب الرجالة، عشان الفيديو ده للكتاكيت بسكوتات حبايبي. فأحب أقول لِك بقى خدي بوسة النهارده، بعتِ له بوستي. شكرًا. أشوفِك بقى بكرة. ما تنسيش بقى تعملي لايك وشير الفيديو لو عجبِك وحسيتِ إن هو ممكن يفيد غيرنا، علشان بداية الوعي هتيجي من عندنا إحنا. أنا عليّا أذاكر وأسهّل لِك المعلومة، وأنتِ عليكِ تنشريها وتفهّمي الناس اللي أنتِ فهمتيه، وتعملي share وتعملي follow علشان يوصل لِك كل الفيديوهات. لو أنتِ أول مرة تشوفيني أحب أعرّفِك بنفسي، أنا أسماء حسين، باشتغل makeup artist ومجال دراستي في علم النفس. فمهتمة جدًا إن أنا أساعدِك في الصحة النفسية وأخلّي نفسيتِك أحلى علشان تكوني جميلة من جوّه ومن برّه بالميك اب والفساتين والتجميل. فأشوفِك بكرة إن شاء الله. دمتِ بخير، أشوفِك على خير يا أحلى بسكوتة في الدنيا.